أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. غالبا كده وسط التجمعات العائلية والغير عائلية، بس التجمعات الكبيرة عامة هيجي عمو اللي هو عمو انتي زي بنتي ومراته يسألوا واحد من الشباب أو واحدة من الشابات اللي قاعدين وهيختاروهم، واختيارهم للشخص ده بجد اختيار لازم يدرس، لأن هو بيكون بناء على معايير أعتقد أن المعايير دي محدش بيكون عارفها غيرهم، يعني معايير سرية جدا أخطر من يعني بتهيألي مش موجودة غير عند حد إلا هم وأمثالهم والFBI مثلا. ويبدأوا يلقوا على الشخص ده السؤال الأروع أو واحد من الأسئلة الأروع في الدنيا، يعني الجولدن كويستشنز، خلينا نقول عليهم الأسئلة الذهبية. وبوم يقوم قايلين لهم هنفرح بيك امتى أو هنفرح بيكي امتى. بوم القعدة كلها بتبدأ تبص على الشخص اللي اتسأل السؤال ده ومستنيين منه الإجابة حالا، يعني حالا لازم يكون عنده إجابة. وفي الحالة دي الشخص اللي اتسأل السؤال بيكون قدامه حل من الاتنين أو سيناريو من السيناريوهين. الأولاني وإن هو يحدد تاريخ أو يقول ويبدأ يحكي قصة، يحكي عن بنت هو عايز يروح يتقدم لها، أو البنت تحكي إن حد شرب عليها شاي. وفي الحالة دي احنا نولنا رضا عمو انتي زي بنتي ومراته انتي زي بنتي برضو، وهيبدأوا ان هم يتدخلوا في حاجات هم ملهمش فيها خالص ومحدش سألهم، ويبدأوا يقولوا رأيهم. فنكتب قايمة ولا منكتبش قايمة، نعمل أوضة أطفال ولا منعملش أوضة أطفال. لو الموضوع ليه علاقة بالخلفة يبدأ يقولك لو ولد سميه كده، لو بنت سميها كده. أنا من رأيي إنك تروحي تولدي في كوالالمبور عشان الجنسية كوالالمبورية دي جامدة جدا. والسيناريو التاني إنك هتقول ادعوا لنا يا طنط إن شاء الله، والله مش عارف. وفي الحالة دي بتكون انت شخص مؤدب، رديت بأدب وبرافو عليك، خدت 10 من 10. بس احنا مش هنسيبك في حالك وهندورلك على عروسة او هنبدأ ندورلك على عريس، لان ابن خالد بنت عم اختي لسه جاي من الكويت وبيدور على عروسة. وفي بقى السيناريو الثالث اللي هيعمله هو دخل جهنم خلاص، وهو سيناريو بتاع لسه بدري او لسه مش دلوقتي. ده خلاص بقى الولد العاقة اهو، بيبدأ بقى كل الناس تشاور عليه وتقول العاقة اهو او العاقة اهي، قليل الادب اهو او قليلة الادب اهو، عشان هما ما ادوناش الاجابة اللي احنا عايزينها او ما خلوناش نتدخل في حياتهم ونقول لهم يعملوا فيها ايه. فبتبدأ القعدة كلها تتحول لدرس في الاخلاق، علشان غالبا انت او انتي كده انتوا مش متربيين ومش مؤدبين. وعمو اللي انت اول مرة تشوفه في حياتك اللي هو عمو انت زي ابني وانتي زي بنتي، هو ومراته زعلوا جدا وانت تسببت في تعاستهم علشان انت مش عايز تخطب وتفرحهم، او انت مش عايزة توافقي على عريس او تتخطبي لأي واحد والسلام وتفرحيه. انا سلمى والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. طبعا من الانترو بتاعت الحلقة انتوا عرفتوا ان احنا هنتكلم ان على الناس اللي بتتدخل في اللي ما يخصهاش، مش بس الموضوع بتاع ان هو هنفرح بيك امتى او هنفرح بيكي امتى، هتتجوزوا او مش هتتجوزوا، ولكن كل الاسئله اللي هي بتاعه المواضيع الخاصه جدا 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 اللي بتكون خاصه ليك انت لوحدك، او انت ولو ليك شريك حياه وشخص تاني بيسمح لنفسه ان هو يتدخل فيها. ولكن عشان اكون واضحه معاكم، انا في الموضوع ده وجهه النظر بتاعتي مش حاجه واحده، هي مقسومه لجزئين. فانا خلال الحلقة هحكي لكم عن الجزئين او هقول لكم على الجزئين، ولكن انا متحمسة ومهتمة جدا ان انا اعرف انتوا وجهة نظركم ايه. فبعد ما تسمعوا الحلقة ما تنسوش ان انتوا تبعتولي على انستجرام او تعملوا في الكومنتس اللي تحت حلقة البودكاست وتقولوا لي انتوا وجهة نظركم في الموضوع ده ايه، علشان اعرض لكم وجهة نظري. فانا لخصتها كده في 4 اسئلة هنجاوب عليهم، ومن خلالها تعرفوا انا شايفة الموضوع ده ازاي. اول سؤال وهو هل مسموح ان حد يسأل اسئلة من الاسئلة الخاصة دي ولا ده شيء مرفوض؟ وبصراحة على حسب مين اللي بيسأل، وعلى حسب بتسأل فين وامتى، وعلى حسب السؤال بيجي ازاي، على حسب مين اللي هيسأل. يعني لو حد من الأقارب الدرجة الأولى أو من الصحاب الكلوز فريندز عارفين ان في 2 مخطوبين وبيسألوا بحسن نية اللي هو الفرح امتى، نجهز نفسنا ومش عارفة ايه والكلام ده، وانا اشك
ان لو في حد من الاقارب او اذا كانوا صحاب او اهل هيكون مش عارف الحاجات دي، لان غالبا بنشير الحاجات دي مع الناس القريبين ليها، فالناس دي بتسأل بحسن نية. لكن الموضوع مرفوض تماما لو انت الشخص ده بتشوفه كل فين وفين وجيت قررت انك تسأله السؤال زي ده. انت اصلا ممكن ما تكونش معزوم مثلا في الفرح، او ممكن يكونوا هما مش حابين يشيروا معاك او يشاركوك معلومة زي دي، لان دي حاجة خاصة جدا جدا جدا. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لفين؟ يعني لو احنا في فرح واتقال كلمة عقبالك او عقبالك فهي تمام مفهومة، ما فيهاش مشكلة، يعني احنا في مناسبة سعيدة ونتمنى ان كل الناس يكون عندها مناسبات سعيدة لو هم حابين ده في حياتهم. لكن ما نبقاش قاعدين مثلا في رمضان على الفطار بنفطر ونقوم رميين السؤال بتاع هو انت مش هتخطب بقى، هو انت مش هتعمل بقى، ما انا معرفش، يعني انا يعني على الله يعني معرفش اعمل ايه عشان اخطب او الحاجات دي كلها. وازاي بقى دي بتبقى على حسب انا بقول ازاي، يعني انا بتمنى لحد وبدعيله ربنا يكرمك بابن الحلال، ربنا يكرمك ببنت الحلال، ان شاء الله ربنا يكرمكم باولاد، دي مجاملة لطيفة، دعوة لذيذة جدا. لكن ان انا اسأل حد اقول له هو انتوا هتخلفوا امتى، بجد شيء غريب جدا، يعني بجد شيء غريب جدا، وسؤال فعلا ملوش اجابة، فعلا ملوش اجابة. يعني السؤال التاني الا هو الاسئلة دي اسئلة مش لطيفة ليه؟ الأسئلة دي أسئلة مش لطيفة علشان ده نصيب، الجواز، الخلفة، الشغل، كل الحاجات دي نصيب، حاجة من عند ربنا، يعني ربنا هو اللي بيديها لنا، وعلى حسب ربنا هيديها لنا امتى وهيديها لنا ازاي، فدي حاجة مش احنا اللي بنتحكم فيها. يعني انا لما اجي اسأل حد متجوز هما الاتنين واسألهم هو انتوا هتخلفوا امتى، هما ما عندهمش اجابة على السؤال ده، ومحدش في القعدة دي عنده اجابة، والموديل انسر بقى الاجابة الصحيحة الممتازة للسؤال ده هي مش موجودة، لان الاجابة دي عند ربنا بس. فممكن احنا نكون بنجرح الناس دي، ممكن يكونوا هما نفسهم ان هما ربنا يرزقهم بطفل، ولكن دي حاجة في ايد ربنا مش مضمونة دلوقتي. ممكن نروح نسأل ولد نقوله هو انت هتخطب امتى، هو ما فيش بنت كده مش عايز تتجوز، هو ممكن يا جماعة يكون عايز يتجوز بس هو ظروفه مش سامحه ان هو يتجوز دلوقتي، مش لاقي بنت الحلال بالنسبه له، مش لاقي الشخص المناسب بالنسبه له، وهكذا مع البنات. فاحنا كده بنتكلم في حاجه مش بتاعتنا، حاجه نصيب بتاعت ربنا عند ربنا بس محدش يعلمها، حاجه في علم الغيب. وفي نفس الوقت احنا ممكن نكون بنجرح اللي قدامنا، لان هو ممكن يكون بيتمنى ونفسه في الحاجه اللي احنا بنساله عليها دي، وهو مش عارف هو هيوصلها ازاي او هيوصلها اصلا ولا لا، لان الارزاق متوزعة ومش كلنا بناخد الارزاق في حاجة واحدة، ومش كلنا بناخد الارزاق زي بعض. في اللي رزقه في شغل، في اللي رزقه في اولاد، في اللي رزقه في فلوس، في اللي رزقه في صحة، في اللي رزقه في بارتنر كويس، وفي اللي رزقه في كل الحاجات دي. فدي بجد حاجة مش بتاعتنا. انما بقى بالنسبة للسؤال الثالث واجابته خلاص هي اتعرفت من اول الحلقة، هل الموضوع ده مش لطيف للبنات بس وممكن اسأل الولاد؟ لا، هو مش البنات بس اللي عندها مشاعر، البنات عندها مشاعر والولاد عندها مشاعر، لان المشاعر دي حاجة بتاعت الانسان. واحنا لما بنسأل السؤال ده مش بيجرح البنت بس، هو ممكن يكون بيجرح البنت، بيجرح الولد، هو حاسس ان هو ظروفه ما تسمحش ان هو ياخد خطوة زي كده، في اي حاجة في الدنيا تمنعه ان هو يعمل اي حاجة من الحاجات اللي انت بتسأل عنها وانت تكون بتضايقه او بتفكره باللي مضايقه. فاحنا مش المفروض لا نسأل الاسئلة دي ولا البنت ولا الولد ولا حتى لقطة معدية في الشارع. انما بالنسبة للسؤال الرابع والاخير، فهل الموضوع مقتصر على هنفرح بيكوا امتى او هتخلفوا امتى؟ والاجابة هي لا، الموضوع بيخص وبيشمل كل حاجة ملناش علاقة بيها، جواز الناس، خلفتهم، هيخلفوا طفل واحد ولا طفلين ولا 20 طفل، الناس دي هيعلموا ولادهم ازاي، هيربوا ولادهم ازاي، هيشتغلوا شغلانة واحدة ولا شغلانتين، الست عايزة تشتغل ولا عايزة تقعد في البيت، الست عايزة تجيب حد يساعدها في البيت ولا ما تجيبش حد يساعدها في البيت، الراجل هيشتغل شغلانة واحدة ولا شغلانتين، هيسافر ولا هيقعد. كل الحاجات دي ما بتخصش إلا صاحبها وشريك حياته فقط لا غير، هي ما بتخصناش نهائيا، إلا في حالة إن حد
تقدم منهم وسأل عشان بيستشير وطلب نصيحة. في الحالة دي احنا طالما هو طلب النصيحة بنبدأ نقول له نصيحتنا وبنبدأ نقول له وجهة نظرنا. لكن غير كده احنا مش مطلوب ان احنا نسأل، مش مطلوب ان احنا نقول رأينا، مش المفروض ان احنا نعمل كده. حاليا بقى مسج او رسالة لعمو وطنط اللي بيقرروا ان هم يسألوا الأسئلة الوجودية دي. احنا مقدرين جدا انكم ممكن تكون نيتكم خير وبتسألوا نوع من انواع السمول توكس على اساس ان احنا مش بنشوف بعض كتير، فهنتكلم في ايه غير في الحاجات دي. في مواضيع كتيرة جدا ممكن ندور عليها ان احنا نتكلم فيها. ممكن حضرتك تسأل ايه ده بتشتغلوا ايه، فيقولوا لك، فتبدأ تتعرف على مجالات اكتر حضرتك ما تعرفهاش، تدردشوا تسألهم عن صحتهم، اي حاجة بجد، اي حاجة، نتكلم عن المسقعة او اي حاجة في الدنيا. ولكن لازم نكون عارفين ان في مواضيع ما ينفعش نتطرق ليها خالص، لان دي خصوصيات ناس وما ينفعش نجرحها ونجرحهم ونتدخل في اللي ملناش فيه. رسالة للشاب او للشابة اللي هيتم اختيارهم ان هم يتسألوا السؤال ده، وده هيحصل لان احنا مش هنعرف نتحكم في العالم، والموضوع مش مقتصر علينا في مصر بس او مش مقتصر على العرب بس. انا عايزة اقول لكم ان نيويورك تايمز كتبت مقالة عن ازاي نرد عن سؤال هتتجوز امتى، فانتوا كده كده هتتسألوا، فلو اتسألت رد بذوق وبهدوء وحاول تكبر دماغك من الموضوع. يعني لو دي حاجة بتضايقك نسمع من هنا ونخرج من هنا زي ما بيقولوا. وبكده نكون وصلنا لنهاية اول حلقة من سيزون 2 من حكايات التلات. انا مبسوطة جدا ان احنا رجعنا بسيزون ده، اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مبسوطين. وما تنسوش تعملوا فولو للبودكاست على انستجرام وعلى تيك توك كمان، وتسمعوها في اي وقت انتوا حابينه، وخليكوا دايما انجيجد كده معانا. واللي عنده افكار او مواضيع عايزين نتكلم عنها في البودكاست يا ريت تبعتوا الافكار بتاعتكم على انستجرام حكايات التلات او تيك توك حكايات التلات. حكايات التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكايات التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.